الافتتاحي زينه إنجاز التأهل في مباراة لعبت بشبابيك مغلقة، ولأن تجربة الافتتاح تعاش مرة واحدة فقد استمتعت الجماهير بكل لحظة وبكل هدف في ملعب سيكون معقلا للأسود خلال نهائيات كأس إفريقيا. التأهل زعما موفق وتأهل إلو ميريت، يعني كان ماتش شويه صعيب في الاول حتى جات حاله الطرد عاد تحل الماتش لانهم كانوا ركنوا للدفاع. والحمد لله ديجا على هذا كاليفيكاسيون. فيليسيتاسيون الفوتبول ماروكان بهذا الانجاز الثالث. اول مره الحمد لله بلادنا كتاهل المره الثالثه على التوالي لكاس العالم. فيليسيتاسيون لي جوار ولا ستركتور ماروكان دو فوتبول دون مانيير جينيرال على الخدمه اللي تدارت في هذه السنوات الاخيره. كنا كنتسناو التاهل بواحد النتيجه اللي هي كبيره، الحمد لله 5-0 كانت نتيجه متوقعه نظرا لتوافد الجماهير المغربيه بكثره هذا النهار. كنفتخروا بهذه الجوهره وكنتمناو يكون بحال هذا التيران في جميع المدن المغربيه باش نمثلوا المغرب احسن صوره. مهرجان تهديفي في افتتاح معلمة كروية جديدة يتوج بتأهل ثالث تواليا لنهائيات كأس العالم وللمرة السابعة في تاريخ الكرة المغربية. هدف أول يتحقق في انتظار خوض غمار الرهان الإفريقي الأبرز داخل الديار بعد أقل من 4 أشهر. مهدي فودي، بين سبورتس، من أمام ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. إذن تأهل مبكر هو الثالث على التوالي والسابع في تاريخ المغرب. أبارك لك كابتن هشام، هذا التأهل الذي جاء بالطريقة وبالأداء وتزامن مع افتتاح ملعب له تاريخ وقصة وذكريات كبيرة عند المغاربة. وهنيئا لك أيضا أخي يوسف، هنيئا لنا جميعا صراحة. التأهل ديالو للمرة 7 كما تفضلت وللمرة الثالثة على التوالي، وهذا إذا أبان على شيء فهو تبين لك بأن هذا الإنجاز لم يجي أبدا على طريق الصدفة، بل هناك عمل كبير جدا على الصعيد المغربي، وإحنا نعرف جيدا الرؤية الثاقبة والدعم الكبير والاستثمارات الهائلة في أبناء البلد. وهذه الفرحة صراحة كنا ننتظرها، رمى عصفورين بحجرة واحدة. أيضا شفنا الأيقونة والتحفة الكبيرة لملعب صراحة من الطراز نقولوا المحلي بل بالطراز العالمي. والمغرب يستحق هذه في هذا الوقت بالذات، والأول من هذا النوع صراحة. احنا عشنا في ديزاين وأضواء كل شيء البارحة، وزوايا معينة تجعل المتفرج يرى ويتابع المباراة في ظروف مثالية. صراحة